يوم من الأيام كان في شاب اسمه محمود، شاب عادي زي أي حد، كان دايما بيحب يغير من روتين حياته. قرر في يوم إنه يشتري بيت قديم في حارة ضيقة في حي بعيد عن الناس علشان يعيش لوحده بعيد عن زحمة المدينة. بيت كان قديم جدا، وكل ما يمر عليه الوقت كان بيحس إنه مش مكان طبيعي. أول يوم دخل البيت حس بحاجات غريبة، كان البيت فيه أصوات غريبة زي همسات في الزوايا وصرير للأبواب، وكأن في حاجة عايزة تطلع. بس هو حاول يطنش ويقول لنفسه ده مجرد أوهام. بدأ ينظف البيت ويعيد ترتيب الأشياء عشان يحس إنه في مكانه، لكن كل ما كان بيحاول يرتب حاجة كانت حاجة تانية تتنقل لوحدها في البيت. بعد كام يوم محمود بدأ يحس إن في حاجة مش طبيعية بتحصل. في أول ليلة وهو نايم في سريره سمع صوت خطوات ثقيلة في الطابق العلوي، مع إن مفيش حد تاني في البيت. نزل بسرعة علشان يشوف إيه اللي بيحصل، لكن مفيش حاجة. البيت كان هادي لكن إحساسه كان متوتر. بدأ يحس إن البيت نفسه مش طايق حد يطلع منه. وكان في حاجة غريبة، كل ما يحاول يخرج يلاقي نفسه بيرجع تاني البيت من غير ما يعرف ليه. كل ليلة كانت الأصوات بتزيد، أبواب بتفتح لوحدها ونوافذ بتترنح، حتى الأدوات في المطبخ كانت بتتحرك زي ما يكون في حد بيحركها. محمود حاول يهمل ده في البداية، لكن لما بدأ يحس إنه مش قادر ينام بسبب الأصوات قرر يروح يزور جاره في البيت اللي جنبهم. لكن الجار قال له أنت جاي هنا ليه؟ البيت ده مش طبيعي، جربت تخرج منه؟ محمود استغرب وقال إزاي يعني؟ الجار ابتسم وقال البيت ده مش بيحب حد يخرج منه، وكل اللي جربوا يخرجوا رجعوا تاني بعد كام يوم. محمود اتخض لكن ما كانش عنده خيار، قرر يروح لحد يقدر يساعده. راح على مركز متخصص في العلاج الروحي وعطاهم وصف للبيت، فقالوا له إن المكان ده مسكون بروح شريرة بتحاول تحتفظ بكل الناس اللي تدخل فيه. بعد يومين من العلاج الروحي محمود رجع البيت حاسس إن في حاجة بتراقبه، وهو بيدخل الباب لقى الباب اتقفل في وشه فجأة، والبيت كله بدأ يهتز. وعينيه شاف حاجات غريبة، زجاجات مكسورة وأبواب بتفتح لوحدها. وهو بيحاول يخرج تاني حاسس بشيء غريب كأن المكان بيخنقه، لحد ما سمع صوت رهيب من جوه البيت، وبعدين الباب اتفتح فجأة وطلع له هواء بارد جدا. محمود شعر إن مفيش حاجة تجمدت لما شاف صورة قديمة على الحائط لشخص قاعد في نفس المكان زي ما هو قاعد دلوقتي. محمود بقى عارف إن البيت ده مش هيسمح له يخرج تاني، وهو قرر إن يبقى جزء من المكان ده زي كل اللي دخلوا قبل كده.